اليومين دول احنا في سقعة وفي موسم السبانخ. جربيها بالطريقة دي وهتعجبك جدا، حلوة جدا ومفيدة وكلها حديد. يلا بينا نجرب الطريقة دي وبجد هتعجبكم سواء بعيش او برز ابيض، بجد في منتهى الجمال. جربوها وعلى ضمانتي. اول حاجة عندنا حلة هنحط فيها شوية حلوين كده من الزيت، وهنحط فيها بصلة لحد ما لونها يبقى ذهبي كده شوية. نقطع البصلة مكعبات تكون متوسطة، لا كبيرة ولا صغيرة. انا كده بحب اقطع البصل على ايدي، اتعودت وبتطلع المكعبات متوسطة كده، لا كبيرة ولا صغيرة. فهنحطها كده على زيت طبعا يكون سخن، وبعدين هنسيبها شويه كده لما تبقى اخده اللون الذهبي الغامق. هتطلع معانا حلوه جدا. اقلب الكلام ده كله مع بعضه كده واسيبه شويه لحد ما ياخد اللون اللي قلت لكم عليه. وهنحط فيه تقريبا فصين كده توم مهروسين ونقلبهم مع بعض، بس الفصين التوم مش هنحطهم الا لما البصله تاخد لون. اول ما خدت اللون وحطينا التوم وطلع ريحته، نزلت عليها بسبع طماطميات طحناهم في الخلاط وحط عليهم برضه توم، وهقلبهم كده مع بعض وهسيبهم شويه. بس هحط عليهم معلقتين من الرز الني الصحيح عادي، واحط عليها ملح وفلفل اسود وكمون وشطه ومرقه لحمه. وهنسيب الكلام ده كله كويس يتسبك مع بعضه، الطماطم مع البصل مع الرز. طبعا الرز مش هتقلقي منه خالص، الرز هيبقى حبات دايبه كده خالص، بس عشان يخلي السبانخ تربط كده مع بعضها. وهسيبها تتسبك خالص. واول ما تبتدي ان هي تتسبك، السبانخ طبعا انا جايباها وغسلاها ومقطعاها، لا كبير ولا صغير، وسط برضو. وحط عليها احباش وكمان كزبره وبقدونس. طبعا انا هنا اول ما بدات ان هي تغلي رحت نازله بالرز كده تقريبا معلقتين بالظبط. طبعا حطيت البهارات بتاعتي، وهسيبها لما الرز يستوي خالص وما عادش يبقى باين ولا واضح ولا موجود. اول ما بدات ان هي تتسبك معايا كده، رحت نازله بقى بالسبانخ عليها. وهسيب السبانخ برضو لما احنا طبعا هنحطها تبقى نافشه كده، بس اول ما تبتدي ان هي تهدى كده او تدبل معايا هتلاقوها كميه صغنونه خالص يعني. فانا هاسيبها كده مع نفسها خالص، وحطيت عليها زي ما قلت لكم حباش وبقدونس وكزبره. وطبعا ظبطت الملح والبهارات بتاعتها. وهسيبها بقى لما تستوي على نار عاليه، وهغطي عليها واسيبها تقريبا ربع ساعه تتسبك بقى كلها مع بعضها. وهوريكم شكلها في النهايه عامل ازاي. الوقت ده هنكون فصصنا كده 3 4 فصوص توم، وحطيناهم مع كزبره كده على النار في شويه زيت او شويه سمنه لحد ما لونهم يصفروا كده. وبعدين هننزل بيهم على السبانخ بتاعتنا، وبعدين هنغرفها كده بعد ما نحط الطشه الجميله دي، وتقليبه بسيطه وهنغرف وبس. ده هي طريقه السبانخ، جربيها وعلى ضمانتي. بصراحه طريقه في منتهى الجمال، هتعجبك جدا. وبس كده، اسيبكم بقى في رعايه الله، مع السلامه.